بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الجماهير والكورة. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكل محبينا في مصر وفي الوطن العربي. وقبل دايما ما نبدأ موضوع حلقتنا لازم كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد بنقدمه على قناتكم المفضلة الجماهير والكورة. ان شاء الله باذن الله النهارده هكلمك عن الدوري السعودي وبدايه الدوري السعودي وانطلاقات الدوري، بدايه انطلاق الدوري السعودي. طبعا كلنا مستنيين ان احنا نتفرج على الدوري السعودي بشغف، لان الدوري فعلا هيبقى متعه كبيره جدا. طب ليه هيبقى متعه كبيره جدا؟ الدوري السعودي قدروا اللي هم يحولوا الرياضه عندهم لاستثمارات كبيره جدا ويضخوا فلوس كبيره جدا عشان خاطر السعوديه تنهض بالكوره. والكلام ده مش من دلوقتي، الكلام ده بقاله كذا سنه السعوديه بتحاول تنهض بالكوره وتوصل الكوره بتاعتها للعالميه. كمان هم عايزين يستضيفوا كاس العالم 2032، فبيبتدوا يطوروا ويجيبوا نجوم كبار جدا عشان خاطر يبقوا سبوت للدوري السعودي. فطبعا كلنا مستنيين انطلاق الدوري السعودي. السعوديه اتطورت كتير جدا على فكره عن السنين اللي فاتت، عملوا دوري محترفين محترم، حتى دوري الدرجه الثانيه بتاعتهم دوري محترم جدا وبتلعب على ملاعب محترمه جدا، وعندهم فرق وعندهم محترفين وبيقدروا بصراحه يجيبوا محترفين كويسين بيمتعونا في الكوره السعوديه. طبعا الدوري السعودي عملوا صفقات قوية جدا جدا جدا. بدايتهم كان النجم الكبير طبعا كريستيانو رونالدو هو اللي فتح باب الاحتراف في الدوري السعودي، وبعد كده جه كريم بنزيما، وبعد كده جه كانتي، وبعد كده جه بروزوفيتش، وبعد كده جه فيرمينيو، وبعد كده رياض محرز جه، وخلاص ساديو ماني يعتبر على الابواب، وكوليبالي جه وجوتا البرتغالي، وفي لعيبه كتير جدا هتنضم للدوري السعودي وهيكون دوري قوي جدا. وطبعا انا كنت سامع، كنت قاعد بتفرج على برنامج من فتره وبيقول لك الدوري السعودي هيبقى من اكبر 10 دوريات في العالم. لا انا هقول لك على حاجه كمان، ودي يعني وجهه نظري الشخصيه وممكن تتفقوا معايا وممكن تختلفوا. الدوري السعودي هيخش من ضمن اقوى 5 دوريات في العالم، لان الدوري السعودي دلوقتي يعني استخدم نجوم كتير، ولسه كمان في نجوم كتير جدا هتيجي الدوري السعودي زي كيليان امبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، عارضين على كيليان امبابي 700 مليون يورو. تتخيل هذا الرقم؟ لكيليان امبابي هياخد 700 مليون يورو سنويا، غير لو هم جابوه قبل ما عقده يخلص هيدوا لنادي 300 مليون يورو. يعني صفقة كيليان امبابي لو دخلت الدوري السعودي وجي نادي الهلال اللي عايز يتعاقد معاه هتكلف النادي حوالي مليار يورو. تخيل، تخيل كرة القدم وصلت لغاية فين، اللي هي يعني اللعيبه بقت بتاخد فلوس كبيره عشان خاطر يعني تيجي زي دوري زي الدوريات العربيه اللي هم يعملوا سبوت على الدوري، واللي هم يعملوا سبوت للسعوديه لتنظيمها لكاس العالم. وبصراحه شابوه للسعوديه ولهيئه الاستثمار السعودي اللي هم بصراحه طوروا الدوري بتاعهم، واللي هم خلوا الدوري هيبقى قوي. وعلى فكره من قبل ما تيجي النجوم دي برضو هم عندهم محترفين وكان الدوري بتاعهم قوي جدا. فهتقدر ان انت تتابع الدوري السعودي، انصحك ان انت تتابعه من الموسم الجديد، هيبقى دوري قوي جدا 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 جدا. طب تعالى اقول لك بقى انطلاقه الدوري السعودي هتكون امتى ان شاء الله. بس لو انت ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. القناه بتكبر بيكم وبدعمكم. ان شاء الله باذن الله الدوري السعودي هيبدا يوم 11 اغسطس. الدوري السعودي هيبدا 11 اغسطس، وهي دي هتكون بدايه وانطلاقه الدوري السعودي. بس كده انا كنت عايز اوصل لكم النهارده الدوري السعودي والصفقات الدوري السعودي وامتى هيبتدي، عشان كل الناس كانت بتسالني امتى الدوري السعودي هيبدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه، ومسك الختام. سلام.